فيلمنا بيبدأ في نهاية سنة 2007 وبتبقى حرب أمريكا والعراق انتهت تقريبا، وبنروح لموقع وسط الصحراء وبيبقى فيه عمليات سرية شغالة بعد ما جت إخبارية بوجود قناص بيموت أي جندي أو عامل أمريكي بيقرب للموقع ده. وبتبقى المخابرات الأمريكية مش متأكدة إذا كان فعلا في قناص واحد هو اللي بيشكل التهديد ده ولا في مجموعة من المقاومة العراقية هي اللي بتخطط وبتنفذ كل ده. وعلشان كده بيتم إرسال اتنين من أمهر القناصة في الجيش الأمريكي، وهما الرقيب ماثيو والرقيب إسحاق، وبتبقى مهمتهم إنهم يلاقوا الشخص اللي بيعمل كل ده قبل ما يبعتوا عمال جداد، وبيكونوا مستخبيين وسط شجر وبيراقبوا المكان من خلال المنظار اللي معاهم، ولأن المسافة بعيدة ما بيكونوش قادرين يحددوا إذا كان الجنود فعلا ماتوا بطلقات قناصة ولا من اشتباك مع جنود تانيين. وبيتكلم ماثيو مع إسحاق وبيقوله إنهم ثابتين في المكان ده بقالهم 20 ساعة ومفيش أي حركة ظهرت، وبيعتقد إن الجنود العراقيين مشيت من هنا بعد ما خلصت مهمتها. فبيعرفوا إسحاق إن مفيش أي علامات تدل إن كان في مجموعة كبيرة اتحركت من هنا، وبما إن كل الجنود مقتولين برصاصة في الراس فأكيد اللي عمل كده قناص عراقي محترف، وكان في قناص أسطوري اسمه جوبا وبيشك إن هو اللي عمل كده. لكن ماسيو بيكون مصمم إن مستحيل شخص واحد يعمل كل ده ويكون هو اللي قتل كل الجنود دول في أقل من 30 ثانية، وبيزهق من الانتظار وبيقرر يقوم من مكانه وبينزل بنفسه للموقع وبيطلب من إسحاق إنه يغطيه. لكن إسحاق بيعرفه إن مبقاش شايفه كويس بالمنظار اللي معاه. وقتها بيتريق عليه ماثيو لأنه محتفظ بمنظار قديم جدا، لكنه بيقوله إن كان بتاع صاحبهم دان وأخده منه هدية قبل ما يموت. وبيتنقل ماثيو بين الجثث علشان يدور على أي دليل، وبيبدأ يصدق كلام صاحبه، وده لأن كل الجثث ميتة بطلقات دقيقة جدا في الراس. وبيوصل لنص الموقع علشان يحاول يحدد الاتجاه اللي القناص كان فيه. وقتها كان إسحاق بيحاول يترجاه يرجع، لكنه فجأة بيسمع صوت رصاصة وبيشوف ماسيو واقع على الأرض، فبيجري عليه بسرعة علشان يحاول ينقذه، وبيبقى بيجري بطريقة عشوائية علشان يتفادى أي طلقات. بس لما كان خلاص هيوصل بيتضرب في رجله وما بيبقاش فيه قدامه خيارات غير إنه يسيب صاحبه ويستخبى ورا جدار مكسور. وقتها بيتكلم ماسيو اللي كان بيعاني من الألم وبيقول لإسحاق يتصل بالقاعدة ويطلب منهم المساعدة. فبيربط إسحاق رجله علشان يوقف النزيف، وبيحاول يشغل اللاسلكي علشان يتصل بيهم، لكن بيكتشف إن مفيش إشارة، وده لأن القناص بيبقى ضرب طلقة في الهواء وبوظه. فبيسأله ماسيو لو قدر يحدد موقع القناص وهو هيحاول يسيبه من مكانه. وقتها إسحاق بيحذره إن القناص لو لاحظ أي حركة هيضربه بالنار تاني. وبعدها بيعمل فتحة في الجدار وبيحط فيها المنظار، وبيبقى بيحاول ماسيو يوصل للبندقية لكنه بيفقد الوعي بعد ما فقد دم كتير. وقتها إسحاق بيتوتر جدا لكنه بيقرر يعالج نفسه الأول، فبيستخدم سكينة ويحاول يطلع الرصاصة من رجله وبيوقف النزيف ويربط رجله وبيبقى بيتألم جدا. وبعدها بينام وهو قاعد مكانه من كتر التعب، لكنه بيصحى على صوت نداء في السماعة بتاعته وبيقوله إنه ضابط من القاعدة وبيبقى عايزه يحدد له موقعه بالظبط. وعلى طول بيحكي له إسحاق كل اللي حصل وبيعرفه باسمه واسم الوحدة بتاعته، وبيفهمه إن الرقيب ماسيو مصاب وفقد الوعي واحتمال يكون مات. فبيقول له الضابط إن هيكون عنده خلال دقايق، وبيفرح إسحاق جدا وبيقول لنفسه إن كل ده مسألة وقت مش أكتر. لكن بيكلمه الضابط مرة تانية وبيطلب منه يوصف له حالته بالظبط، وبيقول له يقوم يقف ويضرب رصاصة في الهواء علشان يعرفوا مكانه بالظبط. وساعتها بيلاحظ إسحاق من طريقة كلامه ومن لكنته إنه مش أمريكي، وبيحاول يعرف منه هو بيتكلم منين بالظبط. فبيضحك الضابط وبيقوله ما توقعتش إنك هتكتشف الحيلة بسرعة كده، وعرفه إن هو القناص العراقي اللي هو خايف منه، وكمان فهمه إن مفيش حد هنا هيقدر يساعده. فبيتصدم إسحاق وبيخاف جدا، وبعدها بيسأل القناص هو عايز إيه بالظبط، فبيقوله إنه عايز يدردش معاه شوية مش أكتر، وده لأن المدينة كلها فاضية ومفيهاش حد غيرهم هما الاتنين بس، وبيطلب يتعرف عليه أكتر. فبيحاول إسحاق يشغل اللاسلكي تاني لكنه لسه مش شغال، ولما إسحاق بيرفض يرد بيهدده جوبا إنه هيضرب النار مرة تانية على ماسيو. فبيوافق إسحاق إن يتكلموا وبيحاول يجاريه في الكلام، وبيبقى بيرسم خريطة للموقع على التراب وبيحاول يحسب مسار الرصاصة وبيبقى بيراقب الموقع بالمنظار ويحدد الأماكن اللي ممكن يكون مستخبي فيها القناص. وبيعرفوا جوبا إنه مجرد مواطن عراقي عادي عاوز يدافع عن بلده. فبيقوله إسحاق إنه بيتصرف غلط وبيقتل الأشخاص اللي بيحاولوا يطوروا بلده، وإنهم جايين يبنوا مدارس ومصانع وبنية تحتية هتطور البلد. لكن جوبا بيضحك وبيقوله إن الفلوس اللي هتطلع من المشاريع دي كلها هترجع لأمريكا تاني. وبيفضل يسأل جوبا إسحاق عن نفسه وعن عيلته لكنه بيبقى رافض يجاوب، فبيرجع يهدده تاني إنه هيضرب النار على ماسيو. لكن إسحاق مش بيصدقه، وعلشان جوبا يعرفه إنه ما بيهزرش بيقوله إنه عارف اسم صاحب المنظار وإنه مات من مدة قريبة، وده معناه إن جوبا كان سمع كل الحوار بينهم من البداية خالص. ومع الوقت بيحس إسحاق بالعطش لكنه بيلاقي الإزازة اللي معاه فاضية، وده لأن القناص أصابها ومبقاش فيها مية. وبيكلم جوبا وبيقوله تفتكر الوضع اللي بينا ده هينتهي إزاي،
لكنه بيرد عليه وبيقوله مش مهم ينتهي ازاي، لكن المهم نستمتع بالمحادثة اللي بينا دي للنهاية. وبيقوله أنا عارف إنك أكيد عطشان وعلشان كده صوبت على إزازة المية اللي معاك، لكن إسحاق بيقوله إن الكلام ده مستحيل وإنه كان بيحاول يسيبه هو، لكن الرصاصة جت في الإزازة بالغلط. لكن جوبا بيفاجئه لما بيقوله إنه كان قاصد يسيب الإزازة، وكمان أصاب اللاسلكي علشان كده هو مش قادر يتواصل مع حد من زمايله، وكمان كان قاصد يسيبه في ركبته في الوريد، وبكده مهما كان علاجه للجرح فهيفضل ينزف لحد ما يموت. والكلام ده خلّى إسحاق مصدوم جدًا من الدقة اللي العراقي بيصوّب بيها، وبقى خايف أكتر، وفهّمه العراقي إنه كان يقدر يقتله بسهولة، لكنه فضّل يدردش معاه شوية قبل ما يموت. فإسحاق بيقول له: "أنا جاي هنا باخدم الوطن لكن أنت إرهابي." فبيضحك العراقي وبيقول له: "السور اللي أنت مستخبي وراه ده كان سور لمدرسة." وقال له إنه كان مدرس في المدرسة دي. وبيكون إسحاق مستمر في الكلام معاه وبيراقب المكان علشان يحاول يحدد مكانه بأي طريقة، لحد ما بيسمع صوت غراب في السماعة جنب القناص. وبالصدفة بيشوف الغراب جنب كوم من النفايات، وساعتها بيتصدم إسحاق لأنه بيفهم إن مفيش حد أبدا هيقدر يختار مكان زي ده علشان يصوب منه إلا لو كان محترف فعلا ومتدرب كويس جدا. ووقتها بيحس إسحاق باليأس وبينهار، لكن بعدها بيخاطر وبيجري ناحية جثة قريبة منه، وبياخد منها شنطة اللاسلكي وبيرجع بسرعة، وبيلاقي فيها مية وحلويات وبياكلها فورا، لكنه برضه بيلاقي اللاسلكي مضروب. وبعدها بيسمع صوت خروشة جاي من السماعات، وبيلاحظ إن ماسيو فاق ولسه عايش، فبيكلمه من بره السماعات وبيقوله إنه قدر يحدد مكان القناص وهو وسط الكمامة. فبيحاول ماسيو إنه يتحرك ببطء علشان يمسك البندقية، ووقتها بيحاول إسحاق يشتت انتباه القناص بإنه يفضل يتكلم معاه، لحد ما فعلا بيقدر ماسيو يوصل للبندقية وبيصوبها على النفايات. وبسبب العاصفة والتراب اللي في الجو كانت الرؤية مش واضحة بالنسبة للعراقي، وبيضرب ماسيو أكتر من طلقة على النفايات بشكل عشوائي على أمل إن رصاصة منهم تصيبه، لكن العراقي بيضربه رصاصة في كتفه. وساعتها إسحاق بيترجاه إنه ميقتلوش، وبيقول لماسيو يزحف عليه علشان يستخبى معاه ورا الجدار. لكن قبل ما يقرب ماسيو للجدار بيكون جوبا ضربه الطلقة التانية اللي بتخترق راسه وبيموت على طول. فبينهار إسحاق أكتر لما بيشوف صاحبه بيموت قدامه، وبيتكلم مع نفسه وبيقول إنه نفسه يرجع البيت. فبيرد عليه جوبا وبيقوله إنه لو فعلا هو عايز يرجع البيت خلاص مش هيضرب عليه، لكنه بيكون مش مصدقه. وفجأة بيسمع صوت القائد بتاعهم جاي من اللاسلكي وبيكون بيطمن عليهم. فبيحاول إسحاق يرد عليه لكن المايك ما بيكونش شغال، وبيتفاجئ لما بيلاقي العراقي بيرد على القائد من اللاسلكي اللي معاه، وبيتكلم على إنه إسحاق وبيقوله إنهم كويسين وفي أمان، وإن المهمة بتاعتهم تمت بنجاح. فالقائد بيقوله إنه هيكون عندهم في دقايق علشان يرجعوهم تاني للوحدة بتاعتهم. وبيبقى إسحاق بيسمع الكلام ده ومش عارف يعمل حاجة يحذرهم بيها، فبيقول للعراقي إنه مش هيقدر يضرب نار على الطيارة اللي هتيجي، لأنه لو عمل كده هيقدروا يحددوا مكانه بكل سهولة وخطته هتتكشف، لكنه ما بيردش عليه. فبيقرر إسحاق إنه يخاطر ويوصل لبندقية ماسيو، وبيصوب على مكان جوبا. وفي اللحظة دي بتوصل الطيارة للمنطقة، وبيدوروا على مكان إسحاق ومش عارفين إنه فخ. ووقتها بيوقع إسحاق الجدار وبيعمل ستارة من الغبار، وده بيصعب الرؤية على جوبا. وبدأ إسحاق يضرب النار على القمامة وهو مش عارف إذا كان أصابه ولا لأ، وعلشان يتأكد بيقف وبيكون واضح قدامه، لكن جوبا مش بيستغل الفرصة وبيضرب، وده بيخلي إسحاق يفكر إن جوبا مات. وبتوصل الطيارة وبتاخد إسحاق بسرعة وبتمشي، وبيعالجوا جروحه فورا. وبيبقى بيحاول إسحاق يحكي لهم موضوع جوبا، لكن محدش بيكون سامعه من صوت الطيارة. وفجأة بدأ جوبا يضرب النار عليهم، وفي أقل من 10 ثواني قتل كل المسعفين واحد ورا التاني، وكمان أصاب الطيار. وفي الآخر بتقع الطيارة وبتتحطم على الأرض وبيموت كل اللي عليها بما فيهم إسحاق. وبيرجع يخترق خطوط اللاسلكي تاني، وبيعمل نفسه جندي أمريكي وبيطلب المساعدة علشان يبعتوله فريق جديد يتسلى بيهم تاني. وبس كده. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.